تحياتي الإخوان. بغيت نشارك معكم اليوم الدوش ديال الطيور، خصوصا في هذه الفترة ديال غيار الريش. كاين اللي كندوش ليه من الفابو بهذا الرشاش، وكاين اللي كنعطيه اناء كيدوش فيه. وكمان انا كندير هنا قل التفاح باش كيسهل عليا انني ندير قطرات. 1 2 3 4 5 6 7، يعني ضروري كندير واحد 7 ديال القطرات او 8 ديال خل التفاح. وحتى هنا كندير قطرات ديال خل التفاح باش كنرش طيور. خل التفاح راه كيساعد بزاف وكيطرد الحشرات، يعني بهذيك الرائحة ديالو. وبقاو معايا. فاللي بغيت نشير ليه الاخوان هو في هذه المرحله بالخصوص ديال غيار الريش، ضروري تقديم الدوش على الاقل واحد 3 خطرات في الاسبوع، لان الطائر كيكون كيبدل الريش، كيكون كيخرج قصبات جداد ديال الريش، كيكون محتاج الماء باش يطيح هذاك الريش الاخر القديم، ويحيد حتى دوك الحشرات اللي كيكونوا ملتصقين في الجدر ديال القصبه ملي كتخرج ديك القصبه ديال اللي كيخرج منها الريش. وهنا بغيت نشير لواحد القضيه بالنسبه للاخوان اللي مازال الطيور ديالهم ما خرجوش السيوفه ديال الجناح، فيستحسن انه يديرهم في قفص يكون صغير الحجم ديالو ولا متوسط، حيت الطائر ملي كيكون كيخرج هذوك القصبات ديال الجناح كيبقى الا كان القفص كبير وكيبغي يتعلق في شي بلاصه، كيبقى يستعمل الجناح ديالو، كيبقى يضرب في في القفاص ولا في شي حاجه اللي كتعيقو، كيتهرسوا هذوك القصبات اللي في الجناح، وما كيبغيش يخرج هذوك السيوفه. كيبقى دائما كتجي انت كتلقى الدم في القفص، كتلقى الدم في الجناب ديال القفص، كيبقى فين ما كيبغي يخرجهم كيعاود ثاني يضرب جناحو كيديرهم. هادشي علاش كنقولوا خاصك تحط الطائر في واحد المكان امن في هذه الفتره هذه ديال غيار الريش باش ما يتعرضش لهذا المشكل هذا. انتم كما لاحظتوا الانثى راه دوشات دابا تبارك الله اللهم بارك. وبالنسبه للطيور الاخرين اللي كندوش ليهم انا بالرشاش، فهما اللي دايرهم في هذه القفوصه هادو دابا راه مازال ما خرجوش القصبات ديال الجناح. داكشي علاش دايرهم انا في هذه القفوصه هادو باش ما يوقعش لهم هذاك المشكل. يعني قريبه ليه الماكله، قريب ليه كلشي، كيهبط كيلصق في السقيف، كيهبط لتحت، كيعاود يطلع ثاني فوق الوقافه. وكنعاونهم، يعني انا كنعاونهم دابا. اما الا خليته في هذاك القفص الكبير مثلا ديال السيباري، غادي يبقى يطيح، يبغي يطلع الفوق، كيبقى يتشعبط شحال وهو كيتشعبط، كيبقى يلصق في هذوك الجناب وكيستعمل الجناح ديالو باش كيطلع، وكيهرس هذوك القصبات وكيبقى يسيل الدم وما درنا حتى شي حاجه. فنتمنى ان الفكره تكون وصلت الاخوان. احنا غادي نبقاو نقدموا لكم معلومه بمعلومه، وتحياتي لكم، كنشكركم على المتابعه.